الخطيب مش مجرد لعيب، ده كان فنان في الملعب، تحكم في الكورة، مهارات، سرعة، تسديدات قاتلة، كان ممكن يعدي من أي حد ويحط جون من نص فرصة. ليه بيبو مختلف؟ بيبو كان قائد بالفطرة، شارك في تحقيق 10 دوري، 6 كؤوس مصر، 2 دوري أبطال إفريقيا وكأس أفريقية مع المنتخب سنة 86، غير إنه اللاعب المصري الوحيد اللي أخذ الكرة الذهبية سنة 83. لحظات ما تتنسيش، من أكتر اللحظات اللي الناس مستحيل تنساها الهدف الأسطوري في الزمالك سنة 78 لما عدى من الحارس وسجل الجون التاريخي، وصوت المعلق محمد لطيف فضل محفور جوانا. سنة 88 بيبو قرر يعتزل بسبب الإصابات الكتير، وده كان يوم حزين لجمهور الأهلي. الاستاد كان مليان ب 120 ألف مشجع عشان يودعوا الأسطوري، لكن القصة ما خلصتش هنا. بعد الاعتزال بيبو كمل نجاحه كإداري وبقى رئيس للنادي الأهلي وحقق إنجازات كبيرة مع الفريق. ليه بيبو أسطورة؟ الأساطير مش مجرد لعيبة، الأساطير بتفضل في قلوب الناس. بيبو كان وما زال رمز للأخلاق والموهبة والإنجازات. من مميزات بيبو كمان الابتسامة الساحرة وطيبة القلب اللي باينة على ملامحه وضبط النفس في المواقف الصعبة، وإنسان مرحب بكل حد بيقابله. ودايما بنقول لا يمكن تكون أهلاوي وما بتحبش الخطيب.